الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. ازيكم؟ أخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يسعد أيامكم يا رب جميعا، كل سنة وحضراتكم طيبين. تعالوا مع بعض النهاردة هنبدأ روتين خفيف وجميل يا رب يعجب حضراتكم. لو أول مرة تشوفوا قناتي، دي قناتي على اليوتيوب يوميات أمل في البيت والمطبخ، وعلى الفيسبوك برضو قناة يوميات أمل في البيت والمطبخ. تعالوا مع بعض النهاردة هنبدأ روتين خفيف كده. هنبدأ بالمواعين. زي ما عارفين حضراتكم المواعين بتكتر في شهر رمضان الكريم، طبعا ده شهر العزومات والكرم، تمام. وكتير مننا بيمل من المواعين وانا واحدة منهم بصراحة، بس في طرق جميلة جدا هتساعدنا ان احنا نحب المواعين ونحب المطبخ وكده، وتعشقي مطبخك انتي وبتدخلي. اهم حاجة ما تجيش على نفسك وعلى راحتك، بمعنى ان انتي لما تدخلي المطبخ تكوني مبسوطة. اول حاجة تاخدي نفسك وتاخدي راحتك على الاخر. احنا في شهر رمضان زي ما عارفين بيكون صايمين وتعبانين. اول ما تخلصي فطار، تمام، حضري المواعين كده على جنب اللي انت هتغسليها، تمام، واشربي كوبايه الشاي كده واستريحي ونامي وخدي قسط من الراحه، لان بجد الصحه يعني ما فيش بعدها ولا قبلها. لو راحت منك او جيتي على نفسك لدرجه كبيره، صدقيني انت اللي هتقعي وما هتلاقيش حد يسندك، فعشان كده ما تجيش على نفسك. وتاني حاجه حاولي تسلي نفسك انت وفي المطبخ، تشغلي اذاعه القران، تشغلي شريط قران، اي حاجه انت بتحبيها تشغليها. وممكن كمان تقدري في طرق كتيرة ان انت تنظمي بعد الاولاد، لان كتير بيقولك ان الاولاد ما بقدرش مثلا اسيبهم، لو خاصة لو كانوا صغيرين. تاخدي راحتك زي ما قلتلك، وتخلي حاجة تسليكي في المطبخ، وتفكري دايما ان المطبخ بتاعك ده الكنز بتاعك والجوهرة بتاعتك. فكل ما كان المطبخ نظيف وشكله حلو كل ما انت هتكوني سعيدة، خاصة لو صحيت الصبح بدري كده ولقيت المواعين بتاعتك كلها متشطبة وكلها خلصانة والمطبخ بتاعك بيلمع وبيبرق. يا رب تكونوا استفدتوا ولو بحاجة بسيطة، تمام. وتعالوا مع بعض النهاردة هنعمل فول مدمس بطريقة جميلة وحلوة، وهقول لكم على طريقة جميلة جدا ازاي تخلي الفول معاكي ما يسودش ويطلع لونه فاتح ومستوي بسرعة، جميلة جدا. الفول احنا بنشتري من بره وساعات بنعمله في البيت، بس طبعا ما فيش احلى من حاجة البيت وكمان موفر. هشتري كيلو فول، تمام. كيلو الفول ده هيقضيني شهر رمضان كله، لان طبعا مش دايما كل يوم بنسحر فول، مرة جبنة مرة حاجات زي كده. فتعالوا مع بعض هوريكم. خلصت المواعين وهنبتدي على الفول. زي ما شايفين الفول نقعته كويس خالص، تمام. بصي تنقعيه عشان يستوي معاكي بسرعة، اقل حاجة 6 ساعات، تمام. جيبي الفول البلدي، انا بحبه وبراحتك انت وعلى مزاجك، تمام. ده الفول بتاعي بنقعه في مية، والمية بعد كده بكبها وبغسله مرة واثنين وثلاثة، وقبل ما انقعه في المية بكون غسلاه غسلة حلوة. اهم حاجة ما تغلطيش فيها، ما تحطيش المية الباردة مع الفول وتغليها على النار، لا، لازم المية تكون بتغلي وبعد كده تنزلي بالفول، ده هيسويه معاكي بسرعة. لكن لو نزلت المية باردة وبعد كده حطيت الفول او حطيتيهم مع بعض يعني باردة وكده، هيطلع معاكي الفول محجر ومش هيستوي معاكي بسرعة. تقدري تحطي اضافات ليه عدس، تقدري تحطي جزر، انا حطيت جزر، تمام، اكتفيت بيه. حطيت ليمونة، والليمونة دي هتخليهولك ما شاء الله لونه فاتح. بدأ ما شاء الله يستوي، ما كملش نص ساعة يا بنات، لان زي ما قلت لكم المية اهم حاجة تكون سخنة. وضفت له بالاضافة اللي كده ربع معلقة بيكربونات، تمام. الكربونات برضو بتسهل من تسريع الفول. ما شاء الله زي ما شايفين. هسيبه هوطي عليه عين البوتاجاز واخليه يستوي حلو كده على مهله لغاية ما يطلع معانا حلو وجميل جدا، تمام. الليمونة دي بتحافظ لك عليها بعد ما خلاص تستوي معاك الفول. حاولي على قد ما تقدري ان انت تشيليها، لان بتحمض معاك الفول. بعد كده تقدري تخزنيه. انا زي ما قلت لكم ساعات بنسحر يعني فول وساعات جبنه على حسب ما انت حابه وعلى حسب طريقتك. ساعات مثلا جبنه قريش، جبنه كده، اي جبن. بحط شويه ميه في الكنكه فوقها فوق الغطا، تمام، عشان لو نقصت معايا ميه وكده اضيف لها. وبصوا ما شاء الله كل ماله بيستوي، كل ماله بيطلع لونه فاتح وحلو وجميل جدا. والليمونه خلاص كده هشيلها، باي باي الليمونه، لان بصراحه زي ما قلت لكم بيتحمض معانا. الفول طلع حلو. تقدري تعملي الفول باشكال يعني وانواع مختلفه. تقدري تعملي الفول بالبيض، تقدري تعمليه الفول ساده بالزيت الحار، تقدري تعملي الفول بالكمون والكزبره، تقدري تعملي الفول بالطماطم بيطلع طعمه حلو.
انا بعد كده دسته على قد ما اقدر. في ناس بتحبه ما يبانش كده، حبيبات الفول بتحب تهرسه خالص. وبعد كده كمان ضربته بالهاند بلندر، وكل ما تضربيه اكتر بيبقى طعمه حلو وجميل جدا. في ناس بتحتفظ بيه، بتحبه كده يطلع مدمس وحلو كده، ظاهر البذور بتاعته او الحبيبات بتاعته. هعمل معاكم الطبق وبعد كده هشيل الكميه. لو عايزه تخزنيه في التلاجة، طبعا انت مش كل يوم هتستهلكي انبوبه وهتستهلكي حاجات. حطيت بس شويه ملح وشويه كزبره وشويه كمون.